ايه يا حاجه بقى اصل الحكايه ايه؟ ليه؟ عشان 10 جنيه. ازاي؟ علشان لما رايحين لكم في الاذاعه والتلفزيون هناك هجوم واحد دفع خدنا على حسابه دفع 10 جنيه. تعالي بعيد عن الثاني ما دفعهاش. فجاي يمسكوا خناقه في بعض عشان عايزها. بذمتك اديلك انت ال 10 جنيه دي لو انت راكبه العربيه وواحد قال لك لله مش هتديها له؟ اديها له طب. هتقدري تطلبها منه؟ لا. طب موتوا بعض علشان 10 جنيه. بس انا مش فاهمه حكايه ال 10 جنيه دي لسه. ال 10 جنيه دي كنا رايحين لكم. لا ودفعها الواحد. احنا مالناش دعوه بالتلفزيون. احنا كنا رايحين راكبين واخدين اتوبيس ورايحين لكم. لما هم جم يهدوا لكم الارض البيوت. اول امبارح. كنا رايحين اول امبارح. بعد ما هم جم هددوكوا الجيش. احنا رحنا خدنا اتوبيس ورحنا لحضرتكم هناك. يا ستي احنا مش تبع التلفزيون، انت احنا شباب مصريين ولا صحافه، احنا شباب 6 ابريل جايين نقف مع الغلابه بس. احنا كنا رايحين الصحافه. وواحد دفع لواحد 10 جنيه. ماشي تمام. دي ما دفعهاش. خناقه في بعض علشان عايزها منه. والخناقه دي وصلت لحد فين؟ عشان 10 جنيه. الخناقه اللي هناك دلوقتي دي انت لو راكبه عربيتك بقى هتديها. يعني احنا دلوقتي يا حاجه في ال 10 جنيه. في ناس زواج، في ناس كبار بيقولوا لنا قولوا يا مدام تعالوا خدوا الجلابيه دي وديها لعيالك بيرموها لنا في الزباله عشان ناخدها. بيرموها في الزباله عشان ناخدها. الاكل اللي بيصير ده من دهنا من بلكونه يقول لك عندنا عربياتنا خدوا الاكل ده لعيالكم بيرموه لنا في الزباله عشان نجيبه لعيالنا. يعني لما نفسيتنا انكسرت، نفسنا انكسرت وتعجدنا بنجيبه من الزباله ونضحك على عيالنا والنبي واحده من الجار الثانيه دهتنا خدوا الاكل ده لعيالنا عشان نضحك عليهم. هنعمل ليه؟ هنعمل ايه يعني؟ بص جمهورها والزباله عايشين فيها، تعبان يبخ لنا في اكل كرسي يبخ لنا في اكل ومستكترين علينا العجز دي، العجز والنومه ده الغنم واللي فرحانه تنام هنا. ولا لنا شقه ولا لنا ناس في البلاد وفي البلد عشان نروح بلادنا. حكومه العيال اتسودت. العيال ممكن تمسك السكاكين لبعض الشخص.